السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالي كتير قوي ما سجلتش. بقالي كتير قوي ما سجلتش فيديو ولا طلعت على الانترنت ولا عملت اي حاجة في الحياة. بس ده لان انا بصراحة قررت ان انا اجدد الأوضة. بقالي فترة بحاول اعمل كده. بقالي فترة بحاول اخس عشان كذا حد بيقول لي عاجل. فكلها محاولات، يعني كلها محاولات انا بحاول اعملها، بس يعني المحاولة الأساسية اللي أنا عملتها إن هي دي فكرة الفيديو بتاع النهاردة. إن أنا أعمل حاجة تريحني من التوكنز بتاعت ال AI. لأن ال AI بقى محور حياتنا دلوقتي، ما بنقدرش نتنفس ولا بنشخ ولا بنعمل أي حاجة غير بال AI. فالمحتوى بتاعنا دلوقتي كله هو عبارة عن إن إحنا هنقعد نتكلم عن ال AI. أوكي. فايه المشكله دلوقتي؟ المشكله دلوقتي ان طبعا بعد ما انا بقى شكلي يعني شبه الخليل كوميدي او شبه عادل شكل، مع احترامي للاثنين يعني. ففكرت ان انا اعمل تايبس جديده من الفيديوهات اتكلم فيها براحتي زي ما انا بتكلم في الطبيعي، عشان انا بحاول اكون اطلع النسخه الاحسن مني على الانترنت وانا شغال. بس انا حاسس ان انا بفيك الموضوع، وحاسس ان انا كل مره بحاول اطلع حاجه كويسه الناس برضه بتنتقدني لسبب انا مش عارفه. يعني يقول لي مثلا الفيديو فيه اغاني وفيه مقاطع موسيقيه مع ان اصلا مش انا اللي بمنتج، وحتى اللي بيمنتج ما بيحطش اغاني. بس في الاخر برضه بتشتم، فانا قلت بعمل اللي على مزاجي، يعني هتشتم واعمل اللي على مزاجي. ميك سنس يعني. ففكرت ان انا اعمل حركه كده لطيفه. والحركه دي ان انا اتكلم عن البنتستر فلو. طيب، خلينا اخد يعني لفه ثقافيه زي ما انتم شايفين الشاشه كده. ده بنتستر فلو طبعا هنا عشان انا ما بدفعش اشتراك بتاع جيت هاب، عشان الجيت هاب اكشنز بتاعتي. فبما ان انا ما بدفعش، فهو بيقول لي ادفع فلوس عشان انت تبتدي تشغل جيت هاب اكشنز، فانا عملت اكونت تاني وهكذا. طيب، خليني اعرفك ايه هو بنتستر فلو. لو انتوا عارفين ان كان من حوالي 4 5 شهور الكود بتاع كلود كود اتسرب على الانترنت. فبقينا عارفين كلود كود شغال ازاي كايجنتس وكسكيلز وككل الكلام ده، بقينا فاهمين اوريدي هو شغال ازاي. فانا عملت ايه؟ انا قريت الكود بتاع كلود كود وقلت له بمنتهى البساطه ايه الحاجات اللي انا محتاج ان انا استخدمها في السايبر سيكيورتي. انا كانت مشكلتي الاساسيه ان كلود ابن الجزمه ده كان بيمنعني من كل حاجه ليها علاقه بالسايبر سيكيورتي. يجي يطلع لي بقى يقول لي اليرت، ومره قفل لي الاكونت ورجع لي $200 بتاعي. فحسيت ان انا يعني ما انا مش هفضل بقى قاعد بقعد اقول له معلش اصل ده اللي انا محتاجه وده اللي انا مش محتاجه والكلام الجميل ده كله. فقمت اريح دماغي خالص وقلت اعمل الايجنت ده دوره ان هو يعمل لي الحاجات بتاعت تاسكات السايبر سيكيورتي، بس يكون هو الاسيستنت بتاعي، يعني هو المساعد بتاعي وانا شغال. طبعا انا مش هوسط المعلومه، يعني عشان ده مش دوري ان انا ابسط المعلومه، يعني فاهم. انا دلوقتي بترجم لمستخدم بالغ عاقل راشد، هو اللي هيبتدي يعني هو اللي استخدم البرودكت ده. اوكي. فعملت هيومن ان ذا لوب ايجنت، يعني اليوزر لازم يستخدم الايجنت ده بشكل انتراكتيف، او هو اللي يعني هو اللي هيديله الاوامر. فقلت افكر في الموضوع يطلع ازاي. طيب، خليني بقى اوريكم ما هو بنتستر فلو. تعال نجيب عدد واحد شيل هنا اهو كده زي ما انتم شايفين. نعمل كلير ونيجي نسطب بنتستر فلو. طبعا انا كاتب هنا ان ماك او اس ولينكس تاخد الكوماند ده وتقوم عامل كده. بنتستر فلو انا كاتبها مبنيه على تايب سكريبت عشان اعرف اعدل فيها في الديزاينز والتي او اي اللي هو التيرمينال يوزر انترفيس والكلام ده. فقلت بقى اعمل الحاجه اللي انا محتاجها وتبقى سهله لاي حاجه ان اي حد يعدل فيها، يعني تايب سكريبت تقريبا بعد البايثون في التفاهه، يعني فاهم. فقلت ان انا اعمل بقى ليفل جديد من التفاهه وانزل التول يعني. ودي الفيرجن 0.1.6. لو طلعت فوق كده هتلاقي دي اخر واحده اللي انا نازلها من 3 ساعات. تمام. طيب، بنتستر فلو. لو كتبت كده بنتستر فلو، خلينا نعمل زوم شويه ونيجي نعمل كده. طبعا انا ناحيه الديزاين نحتا تاما يعني من كلود زي ما انت شايف، نفس البانر فوق ونفس البروفايدر، ما هتلاقي مكتوب كل حاجه. بس الحقيقه اللي انا مش ناحيتها بقى بامانه ربنا هي السكيلز والحاجه اللي انا اشتغلت عليها الايام اللي فاتت دي وطلعت عين امي عشان تطلع بشكل كويس. وهي ان كلود يشتغل زي او اسمه دوت زفت الطين ده. بنتستر فلو يشتغل زي هيرمس ايجنت كده، ان هو بيعمل كونتينوس ليرنينج. من الاخر لما تيجي تلاقي بج وانت شغال، هو اوريدي كل اللي هيعمله ان انت دلوقتي جبت بج جديده، هيعمل داتابيز يحط فيها البج الجديده دي ويبتدي يفهم منها البج دي طلعت ازاي، عشان لما تتكرر تاني
يبقى فاهم ان هو ممكن يستخدم الاسلوب ده. حلو. ودي حاجه انا كنت شايف ان انا محتاجها، يعني انا بعيدا عن الحلاقه اللي انا مش طايق نفسي بيها دي، دي كانت حاجه انا محتاجها ان انا شغال ان انا ابص على على الموضوع ده. تمام. طيب اول ما تفتح كلود او تفتح بتستر فلو، تقوم انت عامل بروفايدر دي كده، وتيجي زي الشطوره كده تختار البروفايدر بتاعك. هل بقى انت عندك اولاما ولا ال ام ستوديو ولا كيمي ولا جروك ولا جيميناي ولا اوبن اي اي، ايا كان بقى اللي انت تستخدمه. تمام. طيب تعالى نختار ببلاش الاول. تعالى نيجي عند اولاما كده. ماشي. طيب انت المفروض ان انت تسطب اولاما عندك على الجهاز. طبعا لو انت مش عارف تسطب اولاما فدي مشكله اصلا اسوأ من اللي قبليها. هتيجي كده هنا اولاما وتاخد الكوماند ده، ولو انت ويندوز تيجي هنا كده تختار ان انت ويندوز، تاخد الكوماند بتاع الاي ار ام وتسطبه عندك. تمام. وتيجي هنا في المودلز، طبعا لو انت فقير وامكانيات جهازك ما تستحملش ان انت تشغل مودلز لوكال، ممكن تيجي على كلاود كده وتختار مثلا موديل زي جي ال ام. ماشي. وتاخد ترن جي ال ام لوكال كده، تعمل كده هيقول لك جي ال ام ايه شغال. تيجي بقى هنا كده عند ايه، عند اولاما، عند بروفايدر، وتيجي تقول له اولاما، هيجي يقول لك المودلز اللي موجوده جي ال ام، تعمل هلو. طبعا بيقول لك ان انت فقير فالسبسكريبشن بتاعتي خلصت، بس هو طبعا بيوفر لك توكنز بس انا مخلصها كلها. طيب المهم يعني ان احنا ايه بنعمل نفس الفكره. فتعالى نعمل كده ايه بروفايدر، ونيجي هنا على كيمي، هيجي يقول لك انا عايز الاي بي اي كي بتاع كيمي. طيب انا هاجي كده هنا عند في اس كود عشان انا حاطط الكي بتاعي هنا. طيب الكي بتاعي فين؟ الكي بتاعي فين؟ الكي بتاعي فين؟ طيب نين ماشي. فين الكي يا ولد؟ اهو. وهنيجي نعمل كده وندوس انتر. اختار الموديل، اختار كيمي 2.6. ماشي. هيقول لك ان ده تمام. دي معناها ان في تول كولينج. في حاجه ان احنا يعني في المودلز في الاغلب بنسميها تول كولينج. التول كولينج اللي انت ممكن تستخدمه في ان هو يكول تولز من الحاجات اللي موجوده عندك في اللينكس يعني. تعال نعمل كلير كده، وتعال نبدا ان احنا ايه نيجي هنا كده ونجيب التشالنج ازاي بتاعه بيكو سي تي اف، اللي ما بقاش اسمها بيكو سي تي اف، اسمها ساي لاب. تعال نعمل كده. انا تقريبا عندي اكونت فيريفاي كونكشن ازيك فاتح. وتعالى نيجي هنا كده على التشالنج لايبرري، ونيجي في التشالنج لايبرري نفتح ورك سبيس. بجد اللي عمل الابديت ده او اللي غير فكره الستارت اب بتاعتهم دي ان هي تبقى كده، ده شخص غير متزن اكتر مني. تمام حبيبي ماشي. ويب اهو. تعالى نجيب مثلا ايه الويب سيشن دي، تعالى نعمل لانش سيشن وانا اوريكم بتشتغل ازاي بقى، اوريكم بنتست فلو بيشتغل ازاي. هتلاقي في هنا الايه التشالنج بتاعك. نيجي بقى نجيب بنتست فلو كده، وكل ما هنعمله نقول له تيست ده. تمام. ما يجي يقول لك انا ايه محتاج بيرميشن ان انا ايه الاو السيشن، الاو السيشن يا معلم. تمام. قال لك ان ده ابلكيشن شغال بفلاسك. ماشي. وبيدور بقى على الحاجات اللي ليها علاقه بفلاسك بالاتاكس وكده. ممكن اجرب سيكوال انجكشن، ممكن اجرب مش عارف ايه. ماشي. تمام. هو هيبتدي يجرب عادي جدا زي اي ايجنت في الدنيا، لان الاي اي اللي بيحركه في الاول وفي الاخر كل الفكره ان ان بنتستر فلو هو في جواه خلينا نقول يعني سيستم برومبت. سيستم برومبت ده هو شغلته ان هو يدريفن الاي اي او يحرك الاي اي ناحيه الحاجه اللي انت محتاجها. اوكي. فانت عايزه يخليه هو اوريدي شغال في البنتستنج او في السايبر سيكيورتي بس ما بيعملش حاجه تاني. يعني مثلا هو جاب لي الفلاج اهو، قال لي ان الفلاج ده اللي انا محتاجه، ده الفلاج اللي هو بتاع التشالنج. تعال نيجي كده ده الشطار، ونيجي نعمل سبميت فلاج. سبحان الله. تعال نجيب كراك زجيد دي، تعال نحلها. طيب بالمناسبه هو دلوقتي احنا حلينا، هو عرف مثلا ان هنا في مشكله في السيشن في فلاسك سايلنت كوكي. الحلو بقى في الموضوع ان هو بيسجل الكلام ده عنده لوكالي في التشالنج، في اللوكال تشالنجز. طيب ليه؟ عشان تقدر قدام، زي ما انت شايف كده عندك هنا في ده الفايندنج دي، هو بيعمل فيه فولدر كده بيعمله
اسمه فايندنج. الفايندنج ده بيبقى فيه فايندنج اللي انت لقيتها، على اساس ان انت كل مره لما بتجيب بج زي كده، تعالى كده مثلا نعمل كده كات ونعمل كده، هو بيكتبها لك عشان تحطها على هاكر 1 او تستخدمها في الريبورت السكيورتي، يعني ان البج دي هاي او ميثود او مش عارف ايه، والامباكت بتاعها والاكسبلويت بتاعها كان عامل ازاي، ولو انت عايز تجربها هتجربها تاني ازاي، والموضوع يعني بيس كيك يعني اهو. بص خلاص صباح الفل. طبعا هو اكيد اتقفلت لان احنا قفلنا السيشن بتاعت الايه التشالنج، وهو بيفتح حاجه تاني. طيب ناخد كراك ذا جيت دي، ناخد كل الكلام ده ونقول له ايه اهو ماشي، وتعالى نقول له لوجن. طيب ده البلانر. البلانر ده عباره عن زي البلان مود اللي موجود في كل الاي اي ايجنتس الموجوده، بس هو ده سبيشالي للسايبر سكيورتي، هو ما بيعملش حاجه تاني خالص غير سايبر سكيورتي. هو حتى ضمن الفاسيلتيز اللي معموله في بنتستر فلو هي بمنتهى البساطه كود ريفيو. يعني هو في كود ريفيو هتلاقي فيه ابلكيشن سكيورتي تيستنج، دي الحاجات اللي موجوده. غير كده هو مش هيديك اي ريزلت مختلفه، يعني هو مش هتلاقيه مثلا كويس في الكودينج لان هو مش مصمم لكده. تمام. فتعالى كده ايه نحط الفلاج. طيب كده احنا تمام التمام. طيب في بقى مشكله بتقابل كل الايجنتس اللي موجوده في الدنيا. طبعا لو عملنا كده تعالى نعمل كلير بقى للسكرين، ان انت عايز تخليه تيست بالبراوزر عندك. نعملها ازاي يا استاذ محمد؟ حاجات كتير جدا لما تيجي تحتاج تعمل فيها تيست هتست بالبراوزر، يعني لازم تخلي البراوزر هو اللي يعمل كليكس بقى والحاجات دي كلها. يعني انت لو دخلت تيست على ويب سايت شغال بكلاود فلير، طبيعي بديهي جدا هيقوم يطلع لك الكابتشا يقول لك حلها. بنتستر فلو ولا اي ايجنت عارف يحلها اوتوماتيك. طب نعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ نخليه ياكت ان هو هيومن حقيقي، او نخلي البراوزر هو اللي بيدريفن الاتاكس. طيب نعمل ده ازاي بقى؟ نعمل كده بنتستر فلو ونكتب داش داش كروم. تمام. ونقوم عاملين ايه بقى كده؟ تيجي هنا كده تكتب براوزر ام سي بي، هتلاقي التول الجميله دي او البلجن دي وتعمل لها انستول عندك. كل اللي انت محتاجه ان احنا نعمل ايه؟ تيجي هنا كده وتقول له كونكت، ماشي، وتيجي تقول له هنا يوز براوزر تو تيست كده، ماشي. هتلاقي عندك براوزر كابتشر ستيتس دي، تعالى نعمل كده اللي هو هتلاقي دي راحت منزله بتاعي سودا كده، ان هي ابتدت تتحكم في البراوزر. بيقول لك ان الايه التارجت از نوت ريتشابل. هو تقريبا التارجت بقى اتقفل. اوكي التشالنج اتقفل. احنا اوكي تعالى نجيب هنا كده، تعالى نجيب الاس اس تي اي دي ونعمل لانش. فين البتنجان؟ ماشي. نعمل كده ونقول له ايه شيل بقى كل الكلام الجميل ده، ونقول له اعمل كده، ماشي. طبعا انت لازم تكون فاتح التشالنج في البراوزر، يعني مش ناقص ذكاء، او فاتح الحاجه اللي انت عايز تستخدمها في البراوزر. تمام. هو دلوقتي اهو بص ايه عمال يجرب البيلودز بتاعت الاس اس تي اي، ماشي. طيب هو دلوقتي بيجرب حاجات بتاعت اس اس تي اي، لان هو في سكيل للاس اس تي اي متخصصه للاس اس تي اي. فهو بيقول لك ان انا جبت هنا ايه روت، جاب ار سي اي من الاس اس تي اي، وجاب التشالنج ولقى في البتاع ده الفلاج بتاع الايه فاوند فلاج بتاع الجميل الظريف ده. لو جينا عملنا سبميت كده هنا، جميل كده احنا حلينا ايه 3 تشالنجز بيكو في 3 ثواني. تمام. وده طبعا مش ابداع يعني عشان برضه نبقى عارفين. طيب دلوقتي مثلا انا عايز اخليه تيست حاجه فيها براوزر انتراكشن. تعال نقول مثلا تعال نعمل ايه تيست على ده. حلو. لا بس طبعا احنا ما عندناش اوثورتي ان احنا نعمله تيستنج، فمش هيبقى حلو ان احنا نعمل تيستنج لحاجه احنا مش بتاعتنا. طيب انا هخليه يجرب على الويب سايت بتاعي. اظن ان انا عندي اوثورتي لتست الويب سايت بتاعي. اوكي تيست باي براوزر. اوكي هو هتلاقي دلوقتي ابتدى يستخدم البراوزر في كل حاجه، وهو ايه بيشتغل، ماشي.
دي حاجه من الحاجات اللي المفروض ان هي شغاله دلوقتي. هو بيعمل كومباكت للسيشن، بيقلل حجم السيشن عشان يبتدي ايه يبقى يعني يخلي التسجيل يعني يخلي السيشن بتسجل احسن يعني، فاهم؟ فدي حاجه كويسه يعني. هو دلوقتي عمال يتست الويب سايت بتاعي، بيقول لك جود فايندنج انف مش عارف ايه، هورايزون بتاعت لارفل، يقول لك اكسلنت فايندنج الادمن مش عارف ايه الكلام الجميل ده كله. جميل. طيب اهو كده المفروض ان هو بيكونكت الايه البراوزر بتاعي. يوز براوزر مش عارف، انا حاسس ان انا بتحايل عليك شويه بس. آه بصوا دلوقتي بيجرب الكول باك بتاعي، انا عامل في الويب سايت فعلا كول باك بالديسكورد، فهو دلوقتي بيستخدمه. تمام. طيب لو انت مش عايز ان انت تخليه كل شويه يسالك الاسئله بتاعت اللي هو دوس ايه ودوس يعني من الاخر يوتو سبميت، ممكن تستخدم حاجه اسمها يولو، او تستخدم حاجه اللي هي بص قال لك ان البراوزر كونكتد اهي. اوكي. بيقول لك ما قدرتش تقفش اي حاجه، فهو دلوقتي ايه شغال عليها. طيب في عندنا حاجه تانية لطيفه ممكن تستخدمها وانت شغال، وهي ان انت انتجريت التيست بتاعك بالبيرب سويت. تمام. هي دي لسه جديده او لسه بيتا يعني، فبس كل اللي هتعمله تكتب هنا بيرب وتكتب 4 ساعات اي بورت بقى. ماشي. وتيجي عند البيرب بتاعتك كده تقوم عامل كده هنا. ماشي. وتقوم عامل كده هوبا، هيفتح لك البيرب هنا عندك دي كده، تقوم انت عامل سيف وتقول له تشيك. اقول لك اني مش عارف ايه ستيتس اسكي از نوت ماشي. هو كده المفروض ان هي شغاله برضه عموما، سيبك من الضحك ده. ماشي. فكل اللي هتعمله لما تيجي تعمل تيستنج على الابلكيشن بتاعتك وتستخدم البراوزر بتاع البيرب، المفروض ان هو يجي لك كل فايندنج هتيجي هنا. تمام. وعموما هيبتدي يشتغل معاك ان هو يطلع لك الفايندنج اول باول، ودي حاجه وانت شغال هتشتغل معاك كويس. في حاجه هتلاقيها حلوه في الموضوع يعني، تعالى نفتح بس البراوزر بتاع البيرب ده. ماشي. احنا فتحنا جوجل، هتلاقي في عندك هنا في الايه في الانجيجمنت تولز في عندك سند ريكويستس دي. انا مش مخليها زي كل التولز ان انت بيخش يبعت كله للاي اي عشان ما يحرقش توكنز. هو دلوقتي بيبعت بس الريكوست اللي انت محتاجه. يعني لو خلينا بنجيب التشالنج بتاع اللي هو الاس اس تي اي ده لو لسه شغال، ما اظنش انه لسه شغال. تعال نجيب انسبكت اتش تي ام ال ده. طيب انتوا لو حد سأل انا ليه بستخدم كيمي كموديل جميل جدا وسريع جدا وقوي جدا، فبالنسبه لي هو احلى حاجه بستخدمها في شغلي. طيب تعال نفتح كده البرب بالبروكسي بتاع البرب بالبراوزر. ماشي. وتعالى نقول له هنا ايه زي الشطار كده اعمل تيست على ده. ماشي. طيب انا ممكن اجي بقى هنا كده فين التشالنج اهو صح، او اقول له كده ايه ابعت على الايه على بنتستر فلو. هتلاقي قال لك ان انا كابتشر ده كابتشر عمل كابتشر للايه للتشالنج ده او للريكوست ده. اقول له تيست بيرب ريكوست. الكلام ده مش فيكسد، انت كده كده انت بتست ايه يعني انت بتكلم اي اي، فهو اوريدي عادي جدا ان هو فاهم اللي انت تعمله، فاهم؟ فما بلاش تكتب له يعني ده مش بيلود ثابت انا بكتبه له في كل مره، فاهم؟ يعني تيست كابتشر ريكوست، فاهم؟ او بص هو دلوقتي داخل على البراوزر اهو قال لك نو بيرب ريكوست ان تاسكس. طيب تعالى كده اخش اقول له هنا ايه سند ا كيو. ماشي. طيب هو قال لك ان انا خلاص في هنا واحد في التاسك. اوكي. طيب هو قفش الريكوست اهو وقال لك انا هو بتحكم في البراوزر بتاعك بتاع البيرب ده، البيرب بتاع التاسك اللي انت لقيته. اتفضل يا حماده. ماشي. هقول لك بقى الميزه ايه دلوقتي. الميزه دلوقتي ان انت لما يلاقي الفلاج هيحسبها لك ان هي فايندنج هنا. يعني هتيجي تلاقي هنا كده هتلاقي في فايندنج هنا للتشالنج، ودي حاجه حلوه. يعني هو دلوقتي لقى التشالنج، بس دي مش بج يعني. دي فاهم، دي حاجه جميله وزي الفل. لو عملت كده مثلا ايه امبورت ايشوز قال لك ان دي مش بج اصلا، فاهم؟
بس احنا لقينا فلاج، يعني هو ده الفلاج موجود في كومنت جوه البتاع، وحتى عمله لك هنا كده. تمام. بس انت لو لقيت بج عموما هتلاقي راحت ايه، اديت لك اليرت كده جميله يقول لك ان انت ايه، في بج انا لقيتها وانا شغال. ودي حاجه حلوه يعني. انا ممكن حتى اوريكم اكزامبل للموضوع. آه، مش عارف اكزامبل لطيف ولا لا، بس هو يعني ايه، خلينا اوريكم ماشي اهو. زي كده هيقول لك مثلا I do مثلا access to other companies data cross origin، هيطلع لك الريزلت عامله كده بالظبط. تمام. فدي حاجه ايه ممكن تساعدك وانت شغال. طبعا هيطلع لك الديتيلز بتاعت الفولنربيلتي نفسها يعني، فسيبك من الايه، من الضحك والكوميديا بتاعت اي ايه بلجن تاني. تمام. طيب لو عملنا كده بقى زي الشطار وكتبنا هنا بنتستر فلو، بنتستر بنتستر فلو، وقلنا له يولو. ماشي. يولو كده يا معلم، انت مفيش ريكوست هيقف، بس انا ما انصحكش تعمل كده غير لما تكون بتعمل حاجه ساند بوكس، عشان احنا هنا مفيش اي جارد ريلز، مفيش اي حاجه بتمنع الكود اكسكيوشن. فخلي بالك وتأنى الموضوع، لان هنا يعني ايه، مش هتكون احسن حاجه ان انت تستخدم يولو في كل المواضيع. تمام. يعني احنا هنا ما يعني فكره بنتستر فلو ان انت هنا مفيش اي كنترول على اي كوماند بيطلع. جميل. ف انا بس بوجهك عشان لازم تكون عينك على التيرمينال، لان هو ممكن يكسكيوت حاجه غلط. يعني مثلا لو انت استخدمت كلود او كودكس او اي موديل من المودلز اللي انت بتستخدمها، لو وصلت ان انت جبت مثلا سيكوال انجكشن وحاولت تعمل اسكليشن، هيجي يقول لك لا مش هكمل اسكليشن، مش هعمل اسكليشن اللي انت عايزه. ليه؟ عشان ده اوت اوف البوليسي بتاعتي، حتى لو انت ماضي على اللي هي السايبر اجريمنت. حلو. هنا مفيش جارد ريلز، مفيش حاجه بتمنع ان انت تعمل اي حاجه. فانا بس ايه بنوه للموضوع ده عشان تبقى عارف كل حاجه شغاله ازاي. طبعا الكوماندز اللي هي اللي موجوده في عندك، لو انت عايز توقف السينكينج او تشغله ممكن تعمل كده عادي جدا. تقول له ان انا عايز اوقف السينكينج او لا، تكتب جنبه اون او اوف. مثلا عايز بالنسبه يعني وانت شغال هو بيعمل عدد محاولات، تقريبا بيعمل حوالي 20 محاوله لغايه لما يلاقي البج. لو ما لقاهاش بيقف عادي. ممكن تعمل كده، تكتب ستيب، تكتب ماكس ستيبس، وممكن تقول له مثلا 50، هو باي ديفولت 20 مثلا، ممكن تقول له 50 كده هيقف بعد 50 محاوله. حلو. طيب انت ممكن تستخدمه مع مثلا اولاما، مع ال ام ستوديو، مع كيمي، مع جروك، مع جيميناي، مع اي موديل انت عايزه. حلو كده. الموضوع مش هيفرق معاك في اي حاجه خالص يعني، مفيش اي اختلاف هيفرق معاك. هي الفكره بس كلها ان انت معاك ايجنت، هو الايجنت ده مخصص للتستنج بتاعك، معمول لكل الحاجات اللي علاقه بالتستنج، ما فيهوش اي ريستريكشنز على اللي انت تشتغل عليه. فممكن تستخدمه في باك باونتي، في البن تيستنج، في اي حاجه سواء اونلاين او اوفلاين. عموما في فولدر بيكريت كل يعني لو عملت كده مثلا سي دي وعملت كده دوت بنتستر فلو، بنتستر فلو، هتلاقي في عندك كل الكونفيجريشن بتاعتك، اللوجز والانتليجنس. بص لو انتليجنس دي السيشنز اللي انت ايه الفايندنج اللي هو بيلاقيها بيسجلها هنا، على اساس ان هي تبقى ليرن بيز ليه عشان يقدر يرجع لها في اي وقت تاني. حلو. لو جيت هنا كده اصلا بصيت في هتلاقي عندك الكونفيج بتاعك دي، الكونفيجريشن بتاعتك، الكونتكست، السيشن، بتصل فلو كله اوبن سورس، فانت ممكن تستخدمه عادي جدا وتديفلوب اللي انت عايزه، وتضيف على السيستم برومبت، تشيل من السيستم برومبت، تعمل اللي انت عايزه. هو كل الفكره ان انا عامله ان هو يبقى فولي انتراكتيف، ان مش اي حد يبقى عنده اي ريستريكشن. عشان كان عندي مشكله وانا شغال على اي تيستنج، ان انا لما باجي اعمل التيستنج بتاعي كان ساعات كلود وباقي المودلز بيمنعوني، فهنا انا مفيش حاجه بتمنعني. حلو كده. عايز تعمل تيستنج بتاعك بمنتهى البساطه، تقول له تيست الويب سايت واديله اللينك بتاع الويب سايت وخش معاه واتكلم عادي. عايز توقفه بتدوس سكيب. حلو. افضل مودلز انا استخدمت بيها بنتستر فلو كان كوين اللي باي فيرجن لكوين، وكيمي 2.6 ممتاز، وجي ال ام اخر واحد فيهم. الباقي ما كانش بيطلع النتائج اللي انا كنت مستنيها بصراحه. فعشان بس ايه نكون يعني ايه صراحه مع بعض. اتمنى الفيديو ده يكون كويس وفهمكم البروجكت ده شغال ازاي. ان شاء الله الفيديوهات الجايه كده اتكلم في شويه حاجات تانية ان شاء الله تبقى مفيده يعني. ان شاء الله الفيديوهات الجايه كده اتكلم في شويه حاجات تانية ان شاء الله تبقى مفيده يعني. ان شاء الله الفيديوهات الجايه كده اتكلم في شويه حاجات تانية ان شاء الله تبقى مفيده يعني.
ما تعلقوش على الحلاقه عشان الحلاقه دي مضايقاني. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. يلا سلام عليكم.